زي ما عدتكم أفكار جديدة وخطيرة ويلا بينا مع بعض. أول فكرة يا جماعة هتبهركم بجد. عارفين ورق الفويل والرول بتاع ورق الزبدة والحاجات دي؟ جبت لكم بقى الحل بتاعها. الازاز المية كده هنقصها بالشكل ده ونثبتها وهنقدر نحتفظ بيها برولات الفويل والورق الزبدة وهتبقى منظمة. أي مشابك بقى عندك ممكن إن انتي تلونيها بمانيكير، تحطي عليها سبراي وتلزقيها بالشكل ده وتبتدي ان انتي تعلقي فيها الفوط او اي حاجه عندك في المطبخ. الكنافه بتاعه رمضان كل سنه وانتم طيبين. بدل ما احنا نقعد نفكها بايدينا كده نضربها كده في الكبه هتبقى اسهل بكتير وهتطلع معانا شعر زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. التوم بقى واحنا بنهرسه يفضل ان احنا نحطه في ورق كلينج كده ونبتدي نخبط عليه، هيتهرس معانا بكل سهوله ومش هيعمل ريحه في الكاتنج بورد، ونقدر نتخلص من كلينج فيلم ده بمنتهى السهوله ومنتهى النظافه من غير ما نبهدل ايدينا ويبقى ريحتها توم. بالنسبة بقى لتقطيع الفراولة، التقطيعة دي حلوة جدا علشان نقدر نقدمها كتزيين وديكوريشن على الأطباق بتاعة الفطار، على أطباق الجيلي المهلبية، أي حاجة، أو على كوبايات العصير أصلا هتبقى جميلة جدا. لو انتي بتقلي حاجة بقى ابتدي ان انتي حطي كده بخاخ مية وحطي فويل على الحيطة بالشكل ده، وبعد ما تخلصي تكون طرطش الزيت كلها نزلت على الفويل تبتدي ان انتي تتخلصي من الفويل. لو عندك العيون بتاعة البوتاجاز بتاعتك عليها نقط دهون كده ما بتتشالش، جربي ان انت تسخنيها الاول وبعدين تحطي عليها الملح وتفركيها هيبقوا معاكي جداد. يا جماعه جربوها، الملح بيشيل الدهون بطريقه بجد رهيبه كانها لسه جديده بالظبط. بالنسبة بقى للجلوفز، الكيس اللي احنا بنلبسه ده ويقعد يتشال مننا، ثبتيه باستك بالشكل ده. او عندك فكرة تانية ان انتي ممكن تشديه بالمنظر ده، بس انا بفضل الاستك تقعدي كده تسحبيه وتشديه زي ما انتي شايفة كده. هيبتدي ان هو يضيق معاكي لو دايما بيتشال من ايدك، وهتقدري ان انتي تلبسيه وتبتدي بقى تصبعي بيه كفتة لحمة تستخدميه في الاكل من غير ما يفضل يقع منك دايما من ايدك. بالنسبة لأي أكياس فتحتيها وعايزة تقفليها تاني، أحسن طريقة إن انتي تحطي كده السكينة وتمشي بالولاعة هتقفل معاكي تاني وهتتبرشم، مش هيدخلها أي هواء ولا كأنك فتحتيها قبل كده. بجد فكرة حلوة جدا. سافرة بقى وعايزة تحتفظي كده بالايرينجز بتاعتك وخايفة انها تضيع منك، هاتي كده الكوتن بادز اللي احنا بنستخدمها وابتدي حطي فيها الحلقان بتاعتك بالشكل ده، وهي هتبقى محتفظة كده بكل جوز كده لوحده من غير ما يضيعوا منك في الشنطة وشنطة الاكسسوارات. ما تنسيش دايما تنضفي الجزء ده من البوتاجاز، خصوصا بوتاجاز البيلت ان، عشان كتير بينساه وبيبقى محوش بكتيريا ودهون وحاجات مش لطيفة خالص. عمرك كام سنة بقى لما عرفتي ان الشاليمو تتحط بالعكس وبكده هتوصل لاخر نقطة في ازازة العصير؟ بجد فكرة عجبتني جدا وبقيت اشربها كده دايما على طول. علشان ترجعي تانية سنون الكبة او سنون الخلاط ترجع تاني تبقى حامية وحادة، حطي كده فويل كل فترة وابتدي ان انت تضربيها ترجع تاني حامية وحادة زي ما انت شايفة كده. لقيت عصير البيت، ابتدي ان انت البيت عندنا وعايزة ريحته يبقى حلو بعد اكلة سمك بعد اي حاجة في اي وقت في اليوم، سخني يعني البوتاجاز رشي بارفين، ريحة البيت هتبقى تحفة يا جماعة. قولوا لي بقى انهي فكرة عجبتكم، متنسوش اللايك والسبسكرايب.